عرفناه باسم الشهيد أحمد حمدي، وتسمى على اسمه أهم نفق في مصر. اتولد في 20 مايو سنة 1929 واتخرج من كلية الهندسة. التحق بالقوات الجوية سنة 1951 وبعدها ب3 سنين نقل لسلاح المهندسين. الشهيد اللواء أحمد حمدي كان المسؤول عن تصنيع وحدات لواء الكباري واستكمال معدات العبور. كمان كان ليه دور رئيسي في تطوير الكباري الروسية عشان تناسب ظروف قناة السويس. ووقت لحظة الصفر يوم 6 أكتوبر سنة 1973 طلب اللواء أحمد حمدي من قيادته التحرك شخصياً للخطوط الأمامية عشان يشارك أفراده لحظات العمل في إسقاط الكباري على القناة. بس وقتها القيادة رفضت إنه يروح بسبب الخطورة على حياته، وفضلوا وجوده في مقر القيادة، ولكنه كان مصمم على الاستشهاد في سبيل وطنه عشان يخلد اسمه وسط أبطال كتير ضحوا بحياته. وبعد استشهاده وقتها كرمته مصر بوسام نجمة سيناء من الطبقة الأولى، وهو أعلى وسام عسكري مصري. واختاروا يوم استشهاده إنه يكون يوم المهندس. وافتتح الرئيس الراحل أنور السادات النفق اللي بيربط بين سيناء بأرض مصر، وأطلق عليه اسم الشهيد. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.